اليوم كنتكلموا على العنف اللفظي، التلفظ بكلمات اللي كتسيء للطفل، اللي كتجرح الطفل، اللي كتأثر عليه في النفسية ديالو، كتكون عندها أيضا تأثيرات على مستوى التعلمات. إذا نصيحة اليوم رفقة ضيفنا السي محمد الهاشمي. إذا السي الهاشمي طبعا كيف تكلمنا العنف اللفظي عنده واحد تأثير كبير على الوليدات. حبذا لو تعاود ذكرنا بجزء من هذه التأثيرات اللي فعلا كتبقى عند الطفل وكترافقه مدى الحياة، وشنو هما البدائل اليوم، كيفاش نبحثوا على بدائل عوض هذه الكلمات المسيئة للطفل. نعم، من بين يعني الاضرار اللي كيتعرض لها الطفل ولا اللي كتبان لنا على الطفل هي التراجع الدراسي. كيكون عندنا تراجع دراسي يقدروا نوصلوا لصعوبه التعلم عند الاطفال. كاين يكون عندنا الارق ولا عدم النوم او لا يعني النقص في الاكل بالنسبه للاطفال. نقدروا نهضروا على تغير في المزاج وفي السلوك ديالو. يقدر يكون عنده سلوك يعني تبدل السلوك ديالو، يقدر يمشي حتى السلوك العدواني على الاخر، بما انه طبق عليه واحد العنف، هذاك العنف كيحاولوا يطبقوا على الاخرين بما فيها يعني انه يتنمر على الاخرين او لا انه يضربهم او انه يعني يعرضهم لواحد العنف لفظي او جسدي. نقدروا نهضروا على الكذب ولا السرقه. يعني الولد اللي كيتعرض لواحد العنف اللفظي كيقدر انه يكذب باش ما يتعرضش مره اخرى لهذا العقاب. او لا يقدر يمشي حتى للسرقه، بغى ياخذ شي حاجه ما غيتفكر انهم غيديروا عليه عدوان يعني يا اما لفظي او جسدي، فقدر يمشي للسرقه كذلك. نقدر نهضروا على مشاعر الحزن واللي تقدر تؤدي منا حتى الاكتئاب. خاصه هذه المشاعر الحزن اللي كيتم الاخفاء ديالها. نعم. الطفل كيحاول ما يبينهاش، كتبقى دافينه عنده، كتاثر عليه، كيعيشها بوحده. يعني كتجمع واحد المره تقدر دير يعني تفرقع شي تفرقعه خايبه وما عرفناش كيفاش غادي تكون يعني الظروف اللي غادي تفرقع فيها هذيك المشاعر. يعني يقدر يمشي حتى بعض المرات حتى الانتحارات ديال بعض الوليدات. التمرد ايضا يقدر يكون طفل متمرد. نقدروا نهضروا على التمرد. نقدروا ميم نهضروا على التبول ولا لا ارادي. نعم، لا ارادي ليلا ولا نهارا. حتى بالنهار كاع بعض المرات كتكون هذه المساله، وعالج مجموعه من الحالات في هذا المساق هذا. نعم. إذن اليوم شنو هما البدائل سي الهاشمي؟ الآثار السلبية، الآثار خطيرة بهذا المعنى على النفسية ديال الوليدات ملي كنتلفظوا بعض الكلمات سواء في الدار أو لا في المدرسة. إذن شنو هما البدائل برأيك؟ شنو النصائح اللي ممكن تقاسمها مع الكل، الآباء وأمهات، أطر تعليمية تربوية أيضا؟ نعم، باش نقدروا نهضروا على نصائح، أول حاجة نهضروا غير على الهدف ولا النية ديال باش علاش كنديروا هذا الشيء، باش نقدروا نبدلوا النفس، يعني نوصلوا لنفس الهدف بطريقة أخرى. وبالتالي فالهدف ديالنا هو أننا بغينا نبدلوا هذاك السلوك، بغينا نحفزوا هذاك الولد باش يقوم بواحد العمل معين. لأن أي أب أو أم أو أستاذ فهو كيبغي الوليدات ولا التلاميذ ديالو كيبغي لهم يعني الافضل. نعم. وبالتالي بغينا نحصلوا على هذا الشيء، نبدلوا غير السلوك ديالنا باش نحصلوا على نفس الشيء. اول حاجه هي نتحكموا في الاعصاب ديالنا، ونحاولوا نخدموا الدماغ ديالنا اكثر ما نحاولوا نخدموا العنف ضد هذاك الطفل. يعني نحاولوا اننا نوصلوه لاشياء يعني عبر الحوار، يعني نتحاوروا معاه عبر اننا نسمعوا يعني الراي ديالو، اننا نشجعوه عوض اننا يعني نمارسوا عليه العنف. اننا بعض المرات يصدر منا واحد السلوك عنيف، نقدروا اننا نعتذروا عن هذاك الخطا، وهذا ما كيقللش من القدر ديالك كمربي، سواء كنت اب او ام او استاذ كذلك. ونقدروا اننا الا ما عرفناش او لا الا كان عندنا كيغلبنا التسرع اننا نمشيو لهذا العنف اللفظي، نقدروا نستعنوا باخصائيين في هذا المجال اللي هما الحمد لله كثار دابا. واليوم طبعا كاين بعض الطرق اللي ممكن داخل البيت كتعلم الفرد كيفاش يتحكم في ذاته بطبيعه الحال، عوض ما كيسبق ديك الغوات والعصبيه الى غير ذلك، يتحكم في ذاته وبالتالي ما كيطلقش هذيك الكلمات. خصنا غير نعرفوا الضرر اللي يعني كنديروا عند الاخر بهذا السلوك. هذه وحده. ثانيا اننا نقرروا مع راسنا اننا نحسنوا من راسنا، هي ما كتجيش ضربه واحده. كل مره نحاول نحسن من النفس ديالي، نحاول كما قلنا نستعن يعني باخصائيين سواء اللي على الويب ولا هذا او لا بعض الكتب ديالهم او لا نمشي عندهم مباشره او يستمعوا لنا. مرحبا بهم على راديو أصوات. نعم، حنا تبارك الله كنديروا مجموعه من النصائح اللي تقدر تعاونوا في هذا المجال. نعم سي الهاشمي، شكرا. مرحبا.
إذن كنذكر محمد الهاشمي استشاري أسري وأيضا إطار تربوي. كانت هذه مجموعة ديال النصائح لكل الآباء والأمهات، طبعا نصائح كتعلق بالتداعيات والآثار ديال الألفاظ النابية اللي كيسمعوها الوليدات، الألفاظ اللي كنعتوا بها الوليدات، وشنو هما البدائل. اليوم ضروري إعادة النظر في طرق ديال التربية ونراعيو المصلحة ديال الوليدات بطبيعة الحال، وأيضا الآثار النفسية. الآثار النفسية صعيبة إلا كانت آثار اللي هي فيها إساءات، غادي تعطينا واحد الطفل اللي كيعاني في المستقبل.